اللي هو انا بوصل لك ولاقي التبريد بتاعه اول وبشغل الجهاز شغال. الخطوه الثانيه اللي انا بعملها المروحه اللي جوه الفانه بتبقى شغاله واتاكد الاثنين شغالين والمروحه شغاله وبيبدا يبقى فيه هواء بره، هواء شبه سخن ومن جوه بدا يسقع. العداد بيبين لي ان كان في فريون ولا مفيش فريون خالص، ولا الفريون اللي موجود لو انا جاي اعمل مصلحه فالطبيعي ان انا هقول له ده محتاج يتشحن. علشان تبقى انت عامل حسابك وواخد بالك انت كحد عايز تعرف ان فعلا الجهاز محتاج يتشحن في لونه ولا لا. شغل الجهاز التكييف بتاعك وبعد ما تشغله ابدا شوف فريونه وحس ان في فريون ولا لا. لما تطمن ان فعلا ما فيش فريون خالص في الجهاز وقتها هتقدر يبان معاك الجهاز تبريده عامل ايه. فانا لما يجي حد يكلمني على موضوع ان التكييف محتاج ياخد فريون والتبريد بتاعه مش مظبوط، فمبدئيا انت عشان تبقى عارف ان الموضوع ده صح ولا لا، جهازك التكييف طبعا بيبقى مركون طول فتره الشتاء، مفيش اي استخدام خالص. فباجي في فتره الصيف بشغل الجهاز. لو انا مش عندي خبره او مش عندي خلفيه خالص عن ان الجهاز تبريده كويس ولا لا او محتاج فريون او لا، فانا هتصل بفن الصيانه سواء اللي انا اعرفه او عن طريق شركه او ايا يكن. ففن الصيانه بيجي مشكورا بيشغل الجهاز ويبدا ان هو يعلق العداد عشان يعرف فيه فريون ولا لا. في كتير في السوق، كتير قوي في السوق بيبقى حاطط قدامه حته ان هو مش هينفع يجي لك ويبقى فيه مواصلات وفي ان هو تعب وضيع وقته ويقول لك ان الجهاز فيه فريون وما يحسبكش الفريون. امال ايه اللي ممكن يتم؟ اللي هو بيتم او اللي هو بيبقى عامل حسابه انه بيجي بيعلق العداد ويعرفك ان الجهاز عايز يتشحن في اليوم، ما تعرفش، ما عندكش الخلفيه للموضوع. فبالتالي طيب عامه علشان انت كحد بقى الجهاز بتاعي عايز فريون قبل ما اتصل بفن الصيانه او قبل ما اتصل بالشركه، خليني انا دلوقتي شغلت الجهاز بتاعي واطمنت ان الفلتر اللي جوه الجهاز نضيف ما فيهوش تراب. فببدا ان انا اشغل جهازي وبعدها بربع ساعه ببدا ان انا اطمن ان الجهاز شغال كويس ولا لا. وفي ايه؟
كنا بنتكلم على الجهاز، بقى بعيني شايف المواسير اللي في الجنب، والمده بتاعت تشغيل الجهاز بتطول ربع ساعه ولا هوا عادي. لو هوا عادي يبقى ده تاني مؤشر بيشوف الفريون اللي موجود قد ايه. لو هو شغال شحنته كويسه، بره التراب بيبقى خانق الجهاز، ان بعد ما بيشتغل على الجهاز وبيغسله تانية خالص. فلما تراعي ربنا في شغلك ان شاء الله ربنا يكرم كده ونقدر ان احنا نتابع معاكم.